السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين إيه يا بنات؟ يا رب تكونوا بخير إن شاء الله. اللهم صل وسلم وزد وبارك على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. صلوا على النبي يا جماعة كده في الكومنتات، زيدوا النبي صلى الله عليه الصلاة والسلام. النهاردة إن شاء الله معنا فيديو جديد وروتين جديد بإذن الله ينول إعجابكم إن شاء الله. زي ما انتم شايفين كده اهو بتعملين إيه النهارده. بعد ما الوضع أصبح مأساوي كده في الزيادات اللي حصلت دهية في الأسعار وكده، فلما الله وإن شاء الله بإذن الله الله المستعان. فطبعا كلكم كنتوا عارفين أنا بجدد في الركنة القديمة. فالركنة القديمة كانت فيها زي شلت كده هو ظهريات، يعني تكات كتيرة أو سندات كده هو يعني، أو الكوشنات اللي انتوا عارفينها دي الكتيرة. فبعدت طبعا الركنة هتتعمل، بس ما بعدتش معاها ايه التكايات دي. فقلت ايه، رحت سألت طبعا على المفروض انا احتاج يعني حوالي اربع مخدات مقاس متر وعشرين، واحتاج مخدتين مقاس ايه يا ربي، ثواني بس اعمل لكم التليفون ده صامت مش عارفه ايه اللي جرى. آه، مقاس مقاس متر وعشرين، سامحوني يعني على التأخير في الرد. مقاس متر وستين ومتر وعشرين. المهم سألت على الأسعار زي ما قلت لكم من الفيديو اللي فات، إن الأسعار تعدت وتخطت، يعني التوقعات كلها فاقت التوقعات كلها في الأسعار بصراحة يعني. فاللي عنده سريرين وثلاثة وأربعة دول هيجيب لهم من المخدات. المهم نزلت المنجد برضه سألته لو أنا عايز أعمل مخدات وكده، التكلفة حسب لي تكلفة معدية. فطبعا أنا ما أكذبش عليكم ما فيش الميزانية دي، فقلت طب هعمل إيه يا ربي. رحت قلت له طب عندي فايبر بتاع الركنة، كان في المخدات القديمة كان متلكلك شوية كده هو. قال لي خلاص يمشي عادي شغال. قلت له يعني ينفع مكان القطن عادي؟ قال لي ينفع. فالمهم الخياطة لما عملت لي الكساوي بتاعت المخدات كانت عاملة لي فيهم خداديات، هتبقوا حوالي 6 خداديات، اتبقوا أكياس بسوست، مش مقاس مخدات لا خداديات. فأنا طبعا لازمان المخدة ولازمان الخدادية. فأنا قلت أتصرف دلوقتي وأعمل إيه الخداديات. فطبعا قلت للراجل تعملهم لي عشان أنت صنايعي وكده يعني. قال لي بدل ما الواحدة آخد عليها 50 جنيه عشان أعملها، أنصحك اعملها أحسن في البيت. فانا قلت خلاص، جمعت الولاد معايا وخدت الشكار بتاعت الفايبر وطلعنا على الشقه، وقلت لهم تعالوا يا ولاد معايا وتعالوا فردوا كده الفايبر ده، فردوه عن بعضه ونخلوه هش كده شويه يعني عشان خاطر ايه نكبسوا بيه الخداديات. بس المفروض انا كنت جبت دبلان ابيض وحشيت في الخداديات، فبرضه ايه قلت خلاص انا همشيها كده هو، ونحط كيس المخده او كيس الخداديه عليهم وخلاص يعني، بس الموجود يسد يعني. آه، كنا نحشي بالواحدة كده اهو نجربها نشوف تنفع ولا مش هتنفع هي، يعني إلى حد ما طبعا مش زي القطن طبعا وكده، بس برضه همشيها كده وأقول الحمد لله على كل حال، الجودة بالموجودة زي ما بيقولوا. همشيها كده والحمد لله. بصوا حتى وأنا بضرب فيها كده خفيفة، فقلت اتصرف. فلو عندك أي خداديات حاجات قديمة زي كده ممكن تتصرف فيها وتعملها إعادة تدوير، بدل ما الفايبر ده كله كان ما اترمى خسارة كده، هو خسارة يعني ينفع في أي حاجة. بس وعملته كده زي ما انتم شايفين، وإن شاء الله بإذن الله إيه أشوف لي تصرف إزاي هعمل مخدات بإذن الله، لأن المخدات كتيرة. المشكلة يا بنات والله اللي عايز أقوله لكم إني مش عارفة يعني، كنت فرحانة قوي وكده، مش عارفة إيه اللي جرالي والله العظيم، بجد تعبانة نفسيا خالص، مش عايزة أشعل لكم طاقة سلبية، ومش عارفة إيه السبب التعب النفسي. أه بصيت لقيت السعادة مش في شقق ولا في فرشة حلو، ولا في فلوس ولا في أكلة حلوة ولا في شربة ولا في فسحة ولا في أي حاجة. والله العظيم كل ما أقعد أفكر كده ألاقي السعادة مش في الحاجات دي خالص. مش عارفة يعني في حاجة، حاسة في حاجة ناقصة، إيه هي أنا مش عارفة. الناس اللي بتقول لي شغل قرآن، والله بشغل يا جماعة، مش شرط يعني أوري قدامكم وكده. أنا طبعا بشكركم على نصايحكم الحلوة وعلى كلامكم الطيب، بشكركم خالص.
مش كل حاجة طبعا أكيد بوريها لكم، يعني ربنا يعلم علاقتي بربنا عاملة ازاي، هو ربنا وحده عالم وكده. بس في حاجات نقصاني نفسيا، مش عارفة ايه هي، في حاجة يعني مش مكملة فرحتي، ايه هي مش عارفة. بعد ما كنت فرحانة وطايرة في الدنيا وفرحانة، فرحانة بالشقة مع انها مش ملك، يعني ده ايجار، بس كنت فرحانة بيها قوي. يوم الخميس رحت وبيت هناك، العيال بيتوا معايا ومحمود خد خد جزء يعني من العيال، راحوا معاه بيتوا في الشقة القديمة وانا بيت في الشقة الجديدة. كنت مخنوقة خالص وقلت لهم روحوا سيبوني، وقعدت انا ومهند وحمزة واياد قعدنا وحدينا. بس طول الليل اياد يصح فيا الساعة 3 و4 الفجر، يصح فيا في عز النوم الحلو، اقول له قوم يا ماما نروحوا بيتنا. مش عايز اقول لكم الكلمة ازاي اثرت فيا، والله اثرت فيا خالص. اقول له يا حبيبي ده بيتنا وده امر واقع لازم ترضى بيه. يعني قعدت افهم اياد ان دي شقتنا ودي حياتنا. والله ما نومت طول الليل، كل شوية صح فيا واقول له قوم يا ماما نروحوا بيتنا. صحيح البيت لي عشرة ما اقدرش انكرها، انا البيت لي عشرة طويلة وعمري قضيت فيه حياتي كلها، جوزت فيه واول فرحت فيه وحياتي كلها كانت في البيت. بس ده امر واقع ولابد منه يعني. العيال مش قادرين يستوعبوا ده، وانا عندي احساس كبير قوي ان ابو محمود يعني مش قادر يفرط في البيت، يعني مش راضي، يعني مش راضي يقعد في الشقة الجديدة بمعنى اصح. يعني مش عارفة، انا هيأت لهم المكان خالص و... وزي ما انتوا شفتوا جبنا شاشة عشان خاطر يقعدوا ويهدوا ويقعدوا في المكان، لكن بصراحة تحسهم كده مش عايزين يقعدوا في المكان. فالموضوع ده برضه مضايقني يعني نفسيا، مش عارفة اعمل ايه فيه او احله ازاي. آه، الشقة القديمة خلاص ما فيهاش سراير، والعيال بتنام على الأرض، بيناموا على الحصيرة في الأرض والدنيا ساقعة، والعيال مظلومة خالص في النومة. ويا ماما يعني منا تقول يا ماما عايزين نستقر وتعبنا. ف مش عارفة يعني والله أعمل إيه، مش عارفة يعني أعمل إيه. قولوا لي أنتوا أعمل إيه، مش عارفة. عامة أنا حاسة يعني كل حاجة فوق راسي، حاسة بجبل والله العظيم، وحمل تقيل قوي على راسي، وحاسة إنه يعني جبل جبل كده على راسي مش عارفة أخلص منه. فالواحد والله بيكبر ومش مستحمل على الضغط، انا خايفه من الضغط وخايفه من السكر وخايفه من حاجات كتير مش مستحمله يعني. فعايزهم يساعدوني ان انا يعني اقدر يعني اكمل معاهم المشوار. انا مش هاخد حاجه من الدنيا، انا عايزاهم هم يكونوا سعداء وزي ما يكونوا مبسوطين، سعادتهم هي سعادتي، راحتهم هي راحتي، مش عايزه حاجه غير كده من الدنيا. بس فالله المستعان يعني، معلش انا شاعت لكم طاقة سلبية يعني، بس مش عارفة هو ده اللي حاسة بيه يعني، فحبيت أفضفض معاكم. والله من شوية نزلت قعدت في المدخل بتاع البيت، والله العظيم والله قعدت في المدخل، قعدت أبكي مع نفسي كده وأفكر وأقول يا رب طب أروح فين، طب يعني مش عارفة السعادة دي ألاقيها فين، طيب مش عارفة. فجايز يكون اختبار من عند ربنا، والحمد لله على كل حال، الحمد لله ما فيش مفر من ولا هروب من النصيب والقدر. مفيش ابدا مفر ولا هروب، اللهم لا اعتراض، كل اللي اقدر اقوله اللهم لا اعتراض. ربنا يعدي الايام على خير ان شاء الله باذن الله تعالى. حتى اول يوم مدرسه والله ما نزلتهمش ولا وديتهم، كنت مضغوطه بين هنا وبين هنا، مش قادره اخلص في حاجه، مش مخلياني مش قادره اخلص، ايه هي الله اعلم. يمكن التصوير على اليوتيوب ادانا عين، الله اعلم برضه، عشان ما اظلمش، عشان الناس بس ما تقولش دمه منا يعني يفكروا كده ولا كده، بس جايز برضه في حاجه ناقصه. الحمد لله يا رب والشكر لله على قضاء الله، الحمد لله يا رب. حتى العيال والله تعبني جامد، تعبني قوي العيال، حتى لما عملنا المخدات والله العظيم تعبوني، تعبوني. دي دراعاتي دي ما قدرتش ارفعها، دراعاتي دي حسيتها اتخدلت كده ومش قادره اقلها والله العظيم وانا بعمل في المخدات دي. الراجل قال لي هتعملك كل واحده لو هتعمليهم الواحده عليها بس مصنعيتها بس 50، قلت له على ايه يا عم، ياخدوا لك تاخد لك 300 جنيه، ود وجيب، اروح اعملهم وخلاص. عملتهم زي ما انتم شايفين كده، هو
وها والله الحمد لله ان شاء الله حينفعوا باذن الله، خساره بدل ما يترموا يعني. بتصرف الجيش بيقول لك اتصرف، مثل يعني بيقولوا. بس حطوا اللايك يا بنات بالله عليكم، يعني دايما اطلب منكم اللايك، يعني ما تزعلوش من كلمة حطوا اللايك عشان الفيديو يرفع بتاعي، عشان انتوا عارفين القناة برضو ايه عايز استفيد منها بقدر الامكان. والحمد لله على قضاء الله، والحمد لله على الصحة والستر وراحة البال، وكل سنة وحضراتكم طيبين. اللهم بلغنا رمضان يا رب، لا فاقدين ولا مفقودين بإذن الله تعالى يا رب. وربنا يتقبل منا ومنكم يا رب إن شاء الله بإذن الله تعالى. هنا قلت قال العيال قالوا يا ماما نضربهم لك زي المنجد كده عشان يتظبطوا زي ما انتم شايفين، ففضلوا يضربوا فيهم كده عشان ايه يتظبط. والله لما ضربوا المخدة بالعصاية اتظبطت على الأول، كانت مكعبرة شوية كده واتظبطت على الأول. بس الحمد لله على كل حال، الحمد لله والشكر لله. طبعا الركنة وصلت إن شاء الله هوريها لكم بأمر الله يعني. كنت عايز أصور فيديو بتاع الركنة ده لوحده برضه، فإن شاء الله هوريها لكم بإذن الله. مفيش حاجة، أنا هروح منكم فين؟ الحمد لله على قضاء الله. رجعنا المدارس تاني، وضغط المدارس ودوشة المدارس والصحيان بدري ولبس وقلع ومصروفي وسندوتشاتي وكراستي وقلمي والهوسة دي كلها. الحمد لله يعني. ربنا يوفقهم إن شاء الله، ويوفق ولادكم جميعا بإذن الله تعالى، ويديم على قد تعبهم. الحمد لله يا رب على الصحة والستر وراحة البال يا رب. الحمد لله يا رب على كل حاجة. نفسي أعمل معاكم روتينات كتير في الشقة، ونفسي أصور معاكم أكتر يعني، ونفسي يعني أعمل حاجات كتير والله يعني في دماغي. بس الوقت بصراحة يعني الوقت سرقني، الوقت كالسيف إن لم تقطعه قطعك. هو الوقت كده من المدارس وتعول هم يجوا يتغدوا، اللي يذاكر العيل صغير يطلع على درسه ويحل مع الواجب، وواحد في الحضانة. والله المستعان. عشمنا في ربنا إن شاء الله بإذن الله يكتب أجرا على كل تعب بنمر بيه، وعلى كل معاناة، وعلى كل أي حاجة بتأذينا نفسيا. ربنا إن شاء الله بإذن الله تعالى يجرنا عليها إن شاء الله على الصبر. مفيش حاجة ربنا إلا ما بيأجر الإنسان عليها. الحمد لله يا رب. وادي المخدات بتاعتنا هي، وده تصرفنا عملنا 6 خداديات. خدادية النهاردة الفور بيد عاملة شيء وشويات، وكمان شحيحة في السوق. ولازم يكون عنده خدادية عشان طقم السرير بيبقى فيه كيس خدادية عامة، فتفرش الملامس من غير خدادية. احنا بنتكوا عليها كده لما نكونوا قاعدين، بنتكوا على الخدادية فبتنفع. بس استودعكم الله، ما تنسوش اللايك والاعلان.